بارك الله فيك. شكرا. يعطيك الصحة. سي مروان، مصطلح الإنشاد في الحقيقة مصطلح جديد عندنا، يعني بكري ما كانش حاجة اسمها الإنشاد. بكري كاين الأناشيد أو المديح، الأناشيد الوطنية اللي يعني نأدوها في المدارس يعني. هل في مفهوم هل غير هذا الإنشاد في مفهوم المدح النبوي أو الغناء الصوفي المتعارف عليه عندنا؟ يعني احنا بكري كاين الغناء الصوفي يتغنى في الزوايا وفي المساجد وكاين المدح النبوي، يعني بكري في التلفزيون يكتبوا مديح ديني، سواء في الفرق الشعبيه تاع الاغنيه الشعبيه العاصميه او المدائح تاع الفرق بكري يقولوا الاخوان. الفرق الانشاديه بكري يقولوا الاخوان في مناطق معينه، كل منطقه كيفاش تسميها. مصطلح الانشاد هذا هل غير في مفهوم المدح ولا في بطبيعة الحال أستاذ فؤاد، في السابق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظهر فن المديح، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجتمع مع الصحابة أبي بن كعب وزيد بن ثابت والخلفاء الراشدين عمر وأبو بكر الصديق وعثمان، كانوا يجتمعون لقراءة القرآن الكريم وربما حتى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم السيد حسان بن ثابت وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من كتب في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجتمعون ربما لأخذ بعض المواضيع في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يقتصرون في ذلك، أسمي ذلك في عصر الضعف، تقريبا كان حوالي فيه 7 قرون من 1260 أو 63 إلى حتى 1800. هذه الفترة كلها حوالي 7 قرون أو 8 قرون كان عصر الضعف شهد على شعرين، وهو شعر المديح ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شعر الآخر وهو شعر الزهد الذي كان يتكلم في خصال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو إلى التوبة من ملذات وشهوات الدنيا وتبعات الدنيا إلى آخره. فاقتصر عصر الضعف على شعرين، شعر المديح وعصر الضعف، حتى شعر الزهد. حتى الوسائل المستخدمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوسائل في المدح كانوا يستعملون المعازف، منها ما يسمى بالطبل، وحتى في غزوة الخندق لما كانوا يحفرون بتلك الوسائل، تلك الوسائل التي حفروا بها جعلوها وسيلة في استعمال كإيقاع موسيقي للكلمات التي يمدحون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عصر النهضة، أين أذكر في التاريخ لما كانت هناك حملة نابليون بونابرت على مصر التي أتت بتطور وسائل الإعلام وتطور الترجمة، وأيضا كان الشعراء يذهبون إلى الغرب من أجل الاحتكاك بالشعراء الغربيين ويعملون على ترجمة مواضيعهم، فارتقت المواضيع من المستوى الضعف الذي شهد فقط على اختصار المواضيع التي كانوا يمدحون فيها فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، لترتقي أو لتنتقل المواضيع إلى مواضيع أخرى، منها المواضيع المنفى التي كان الشعراء فيها يعبرون عن آلام اغترابهم في الأوطان الأخرى. أيضا شعر المهجر الذي كان يتحدث عن الطبيعة واتخذ مواضيع مجتمعاتية، وهناك ظهر الظاهرة النقدية اللي هي الالتزام، حيث التزم الشعراء بمعالجة مواضيع ضمنية، مواضيع أخرى، فانتقل المديح إلى مواضيع أخرى، لذلك سمي بالإنشاد. فأصبح الإنشاد يتناول مواضيع تتطرق إلى الحياة المجتمعية للشعوب، من بينها الظلم، القهر، مثلا حتى اليتيم، معالجة ربما القضية الفلسطينية والجزائرية. ونعرف كثير من الشعراء من بينهم مفدي زكريا ومحمود درويش الذين أخذوا مجالات أخرى من غير مدح النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اليوم النشيد الإسلامي ظهر من بعد الفترة هذه، بعد أو القرن الماضي، خلال السبعينات القرن الماضي، بدأ الشعراء المجتمع الإسلامي يلزمون أنفسهم في كتابة مواضيع تهم المجتمعات وتصب فيما هو يهدف مجتمعاتهم وإيجاد الحلول المناسبة. فانتقل المديح إلى مفهوم آخر وهو مفهوم الإنشاد الذي أصبح يعالج المواضيع الطارئة في المجتمعات العربية. لكن سؤالي أنا أن الإنشاد مصطلح جديد عندنا في الجزائر،
يعني في السبعينات ما كانتش كاين المصطلح هذا. طبعا كان يقتصر على المديح فقط. المديح، وكانت الأناشيد الوطنية. يعني التغيير في التسمية فقط يعني. هو كي جاء الإنشاد لقينا من بكري احنا في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ربما حاولوا يعصرنة المديح على اسم الإنشاد. ممكن يعني واتخاذ ربما المواضيع، لانه اليوم المواضيع التي يعيشها المجتمع الجزائري ليس مواضيع فقط كانت في مدح مقتصره في مدح الحكام او في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم الام الشعوب وكذا جعلت من الشعراء لا تدخل في اطارها حتى الاغنيه السياسيه، الاغنيه الوطنيه، الاغنيه الثوريه. اي موضوع يعالج المجتمع يكون على سبيل الانشاد. نعم. طيب مروان، وش رايحين نسمعوا الان؟ نسمع أنشودة ربي قصد وجهك بمقام العجم على سلم دو. بما أننا في شهر رمضان الكريم، فمن المستحسن أن تكون أنشودة في مناجاة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. بارك الله فيك. يا ربنا يا ذا الجلال، أنت الكبير